النهاردة هحكي لكم على أغرب قصة حب ممكن تسمعوها في حياتكم. ابتدت قصتي لما غيرت مكان شغلي واشتغلت في مصنع خارج حدود المدينة بتاعتي. أنا هشام، شاب عندي 34 سنة زي معظم الشباب. اتخرجت من كلية من الكليات اللي ما بتشتغلوش بيها دي، والشهادة في الدرج بقالها حوالي 15 سنة. في الفترة دي لفيت البلد من الشرق للغرب، كل فترة أشتغل في مكان شوية وأسيبه، وسكة السفر كانت ممنوعة بالنسبة لي عشان أنا الراجل الوحيد في بيتي وبراعي أمي وأختي، وعندي أمل إن ربنا يعدلها في يوم من الأيام. المهم، في يوم كلمني صديق ليا وقال لي إنه شغال في مصنع وإنهم محتاجين عمال الفترة دي، وبما إن المصنع بعيد عن المدينة فالمرتبات كويسة وكمان في مواصلات تودينا وتجيبنا. فقلت له موافق طبعا، يلا بينا. وفعلا رحت وقدمت وقبلت الحمد لله، واستمر الحال على خير لغاية شهر من تعييني. وفي يوم كان عندي شغل كتير جدا في المصنع، ففوتت ميعاد الأتوبيس اللي هيروحني،